اوكي يا شباب، اليوم رجعنا بحلقه جديده من برنامج راح اسميه ترندات رمضان. صراحه ما اعرف ليش قاعد اسموه، يمكن احتمال ما اسميه. ليش لا اسميه؟ ليش انا عندي برنامج اصلا؟ انا يوتيوبر، ما المفروض يصير عندي برنامج. ليش؟ صراحه ما عاجبني لا العب لعبه ولا هم يحزنون. كل اللي عاجبني انه افوت واشوف الترندات من رمضان اللي قاعد تصير هسه. فقبل رمضان كان كلش عاجبني اتفرج مسلسلات، اسوي وايد سوالف يا اخوان. ما تفرجت ولا مسلسل ولا سويت اي شيء. كل سنه اتفرج المقالب اللي تصير، المقالب العراقيه والمقالب العربيه وغيره. وايضا كل سنه برمضان تصير مشاكل وتصير ترندات غريبه. صراحه ما ادري ايش تصير بس برمضان، ما اعرف. فواحدة من الاشياء اللي شفتها صراحة اثارت اعجابي اني اشوف فيديو وياكم. مسلسل رمضاني يثير جدلا بين كويتيين وعراقيين ومطالب عراقية بوقف عرضه. كثيرا ما يتلقى الانتاج الدرامي انتقادات من اطراف ترى في المعروض اساءة لجهات بعينها. هذا المسلسل انتاجه سعودي ويعرض على منصة شاهد التابعة لمجموعة MBC السعودية. يشارك فيها عدد من الممثلين العرب. مؤلفته هي الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة. اعطيني الزبدة مال مسلسل رمضان. الزبدة وين؟ الزبدة ريد. منذ عرض الحلقة الأولى للمسلسل أحدث ضجة وانتقادات له من قبل عراقيين وعراقيات. حلو، اريد اعرف السبب. اعتبروه إساءة لهم وللمرأة العراقية. حلو، ليش؟ لأن في أحداث المسلسل هناك تصوير للعراقيات وهن يعملن كخادمات لدى الطالبات الكويتيات في لندن، ويجري اتهام إحداهن بالسرقة. ما اعرف صراحة ما اعرف. انا اتفق وما اتفق بموضوع. الكاتبة كويتية والمخرج مصري والمنتج شركة سعودية والممثلين حتى عراقيين موجودين. سؤالي واضح، ليش بس الهجوم على الكويت ومو على العمل باسمه؟ والله الصراحة سؤال منطقي. الشغلة اللي مضوجتني انه كل ما تحس انه شويه بدات الامور تهدى وتصير طيبه، يطلع لك كاتب، لو يطلع لك منتج، لو يطلع لك مسلسل يخرب الوضعيه. وبرمضان والضحيه مالتها منو؟ الكويتيين والعراقيين. انا صراحه لا ما اعتب لا على الكويتيين ولا على العراقيين اللي تعاركون بيناتهم بالتعليقات. ما اعتب صراحه. انا اعتب على ذول اللي يسوون مسلسلات. يعني ليش يا اخي ليش؟ خاصه انت تعرف هذا الموضوع حساس، ليش تجي تسوي؟ يعني انت تعرف موضوع حساس ليش تسويه يا اخي؟ الزبده ما علينا من هاي الاشياء، اريد اشياء تضحكني. مقالب رمضان انا لسه ما شفت صراحه، فاريد اشوف. يعني طبعا حلو برمضان انه مو بس القنوات تسوي مقالب، ماكو قناه، مستحيل تلقى قناه مثلا تسوي مقلب، لازم اكو قناه تسوي مقلب. بس اليوتيوبرز كلهم مقالب. هذا حلو الموضوع، اليوتيوبرز كلها مقالب. مهمتنا اليوم راح نحاول نكشف المقلب الحقيقي من المقلب الكذبي. هاي اصدقائي، كيفكم؟ شو الاخبار؟ انا اليوم راح اعمل مقلب بياسمين. قلت لها تعال نصور فيديو انه بدنا نختم. ما ادري ليش دائما بدات المقالب ينصون صوتهم. هذا الصراحه ليش؟ يا شباب اليوم راح نسوي مقلب بس ما تكون تسمعونه. بس احب الموضوع انه مبين، لازم الكاميرا واحد دا يصور هيك كل شيء مبين. هي ما بتعرف انه بقلب الطبق رح اقول لها انه في ويسكي، اني حاطه ويسكي بقلب الطبق. حلوه الفكره برمضان، عجبتني. اليوم الفيديو اول مره بصور هيك فكره. تعال ركز عليهم حتى اعرف فيك لو لا. على فكره كثير طعمتها طيبه. ليش طيب ما حكيت من قبل؟ بتعرفي انا ما بشرب هيك اشياء. المقلب فيك يا اخوان مبين. يعني والله ما ادري. لا بس يعني ما فيك انت تجي. والله ما اعرف ايش اقول اخوان. والله انا ليش اصير حقير؟ انا اليوم قاعد الشرط هارس عيوني، ما ادري ايش. اكو شرب عيوني بس ما ادري ليش. بس والله يا اخوان والله مبين. دائما المقالب الفيك تدري شنو؟ بالمقطع هواي يطلعون عن التصوير، هواي يطلعون عن مود التصوير. يعني المفروض هم يصورون فكره فلانيه او تحدي فلاني، بس تلقاهم طول المقطع. انا مو قلت لك ما احب اشرب قاس لحم. ليش جبت لي؟ انا حاب اكل شاي، انت ليش جبت لي قاس لحم؟ ايش بيكم مع وين تهديش؟ صارت كلش اعصاب. شنو موضوعك؟ صار ترى ما تنطاق، انت متغير، ما ادري الفلوس غيرتك. لا ماكو شيء ضامن، بس انت ايش بيك ليه؟ شنو موضوعك؟ اريد اطردك من الفرق بعد ما بدك تصير صديقي. هاي حط الشيء وبعدين والله تقولي انه موجود، بلكي انا ما بدي. يب اشتغلت اغنيه حرب. صح فيك 100% فيك. حافظ مش تقول هلا انت لازم تعرفي، مو انت لازم تحس. يب فيك المقلب فيك. ونحن صراحه يعني كثير بننبسط لما نشوفك على السوشيال ميديا، لانه يعني you're influencing people. هذا شيء كثير حلو. طب خلص اهدى. خلاص سمك خلص. شو عم بيصير؟ خلص طلعوا برا.
اوكي هاي المقالب الحلوه، هاي المقالب المو فيك، هاي المقالب حقيقيه. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. ابراهيم والله ضربه. بس انا كل شغله ما اعرف هالمقلب منو صاحب المقلب، من اللي يصير فيه المقلب، من المتمقلب، من الملقب، من والله ما ادري. لا حمزه بليز ابراهيم، حمزه سيبه طلعوا برا، حمزه سيبه، حمزه سيبه تحكي جاء احسه ما احسه فيك، احسه حقيقي. اشوف بيسان اسماعيل. وطي صوتك. هذا مو مقلب، هذا مسلسل كامل اتوقع. بعد شباب بعد مقلب تضاربنا انا ولا اوكي ناريني بيوتي يمينا كل ما عندنا مشكله اليوم للصبح. قلت لكم بعد لازم بدايه المقلب. كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا تمام. ما راح طول بالانترو لانه نحن كثير مستعجلين. اليوم معنا لانا. اليوم انا ولانا اتفقنا انه نعمل مقلب بشيرين ولين. انا ولانا ولين وشيرين اتفقنا انه رح نعمل فيديو تحدي، انه تحدي الذكاء. هذول الاثنين راح يسوون مقلب نفس القاعده اللي قلت لكم اياها. هذا المقلب فيك بالمقطع، هواي راح يطلعون عن فكره المقطع وعن النمط وحيتعاركون ويتبسبسون. شوفوا لا اوكي طبعا اللي يفهم الفكره انه لازم نارين بيوتي تعارك وياها اليوتيوبر اللي ما اعرف شو اسمها، بيناتهم يصير بيناتهم فايت يتعاركون. راح نحاول نشوف اذا المقلب فيك ولا لا. كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم معنا لانا ولين. ما كنت لا صراحة المقدمة مبين انه الوضع يعني رسمي، ماكو فيك ماكو شيء، عكس المقدمات اللي هلا ويجي لكم حلقة جديدة. اقول لك انت ليش تحكي علي؟ بعرف انه رح نطلع كلنا مبينين توأم، ابيض بابيض واحمر واحمر. يعني شوف حتى اذا كان المقلب فيك على الاقل مهتمة بالموضوع، يعني جايبة ازرار ولابسين كل واحد لبس. لا حلو والله ترتيب والله. دي الذكاء بين الاخوة. كيف الذكاء عندكم؟ فل يا ما شاء الله. طبعا في قدامنا هذا الباز. بيتر رح يسألنا اسئلة واذا بتعرفوا الجواب، اذا بتعرفوه رح تكتبوا على هي لحتى جاوب. اوكي جاهزين؟ يس. كيف بيتر؟ يلا 3 2 1. ما هو الحيوان الاسرع في العالم؟ لا ما بيصير. شو كبست اول؟ شباب احنا لسه في الاول. بس مش شرط اسمع، مش شرط تكمل السؤال. اذا انا عرفت انا تخيلت الجواب. لا لازم السؤال يخلص. طب انا كنت اقول ايه هو اسرع عربيه في العالم. بس هي كبست كمان. طب انا لو كنت مثلا العالم دي كان بدينا بموضوع نطلع عن الفيديو ونتعارك ونتخانق بيناتنا. شو هاد يا رجال؟ حاسس الموضوع حقيقي. تدرون ليش؟ لانه هذول اللي هم الضحايا لو كانوا متفقين بالمقلب كان سووا غير شيء. هم حاليا بس واقفين مجرد يشوفون على ذول الاثنين ايش يسوون. بس لو كانوا متفقين والمقلب اتفاق وكذا كان لاحظتوا ذول الضحيتين ايش يسوون. لا وقف ايش فيك؟ لا تخوان وقف يا اخوي. بس الزم هذا تلزم هذا بس تطون وجهاتهم اخوان وعيش. شو جينا فاضي يا حبيبتي؟ ما هي راسي كافي بس راجع هيك. حبيبتي انا بس عم بشوفك ها هذه تضحك هاي علامة زينة ان المقلب مو فيك. اذا المقلب فيك هاي ممثلة بارعة. اذا المقلب فيك هاي ممثلة بارعة لانه هو لا ابد مبين عليها انها تمثل. اذا المقلب حقيقي عشتيش نارين بيوتي. ما ادري صراحة. فجواب اذا اريد اسوي صراحة حلقة على المقالب ما راح اكمل. يراد لي حلقة 3 ساعات لين مقالب ما تخلص. لا والله 3 ساعات قليل. يعني قبل ما ننهي الحلقة اذا ما مشتركين بالقناة يعني صدق عيب والله العظيم عيب. ما ادري كل شيء توقعت بس ما توقعتها. هرجع اعطيك نوم يا اخوان. مع السلامة.